يلعن ابو مصر، لا ابو اللي جايبين مصر اللي جايبالي الكافيه في كل مكان. بعد ما بيخلص الشغل، العربيه المرسيدس والعربيه البي ام والساعه الرولكس وحاجه قمه في الفخامه. سالت عليه يعني الراجل ده، ناس جوه المدينه قالوا لي ده من اغنى الناس ومن اسرى الناس في المدينه اللي هو فيها. دفعنا عربون كام يوم وبدانا نحمل الشغل. بعدين انا كنت لازم ارجع جوانزو عشان كان في حاوية قماش بتتحمل. رحنا المطار، سألنا على تذاكر الطيران، فكان في تذكرة رخيصة تاني يوم وفي تذكرة غالية في نفس اليوم. فالراجل قال لي انا اقعد، قلت له انا مش هقدر اقعد، عندي شغل في جوانزو لازم ارجع ضروري يعني. لما حجزت التذكرة الغالية يومها عرفت ان في بعض الاوقات الوقت اغلى من الفلوس. دماغي لمعت، قلت ياه، ده انا بقيت افكر زي رجال الاعمال. وفي عز بقى ما الجلاله واخداني، عملت حاويه قماش، رجعت الصين عملت حاويه تاني قماش وعملت حاويه لب. العميل بتاع اللب دوا اخدني عشان يروح يقابل واحد صاحبه ليبي. رحنا مكان زي قهوه كده موجوده في الصين، قعدنا وانا قاعد مع العميل بتاعي والراجل صاحبه الترابيزه اللي ورانا. كانوا الناس قاعدين بيحكوا عن الاوضاع في مصر والسياسه وبتاع، فانا سحبت من لساني واتدخلت. فالناس كانوا بيحكوا في جزء من السياسة، جزء مؤيد وجزء معارض، أنا تدخلت. فواحد من اللي قاعدين قال لي أنت شغال إيه؟ قلت له والله أنا شغال في الاستيراد هنا وبتاع. فقال لي هات رقمك، فاديته رقمي وسكت، ما عملتش أي حاجة. فجأة في نفس الترابيزة في واحد قاعد تاني سألني، قال لي أنت اسمك إيه؟ قلت له اسمي أحمد. قال لي الفيزا بتاعتك إيه؟ قلت له بيزنس. قال لي أنت هنا بقالك قد إيه؟ قلت له بقالي 4 شهور. قال لي يعني لسه عيل بشخ. انا لسه هتكلم، ما ادانيش بقى، هو راح مكمل ورا بعض. قال لي انا هنا بقالي 18 سنه، مش هيجي عيل بشخه زيك يسحب مني زبون. الناس سامعه والراجل العميل بتاعي سامع وصاحبه سامع وانا متبلم. قال لي انت الفيزا اللي معاك ده هي ممكن احبسك بيها. انا بيتصلوا بيا عيال على الحدود على هونج كونج بيقولوا لي الحقنا يا استاذ، مسكنا في الاميجريشن وتعالى طلعنا. يعني الفيزا بتاعتك يعني ملهاش اي 60 لازمه، ده اللي زيك شغالين في مطعم. فأنا سمعت الكلام وحرفيا والله صعقت. الراجل بيتكلم بكمية بذاءة غير عادية ولا تقبل من راجل في سنه. والله العظيم يومها أنا قلت يا رب الأرض تنشق وتبلعني، أحسن وأهون عليا من التهزيء اللي هزقهوني. فأنا قلت له أستأذنك بس كلمة واحدة. قلت له أنا أستاهل ضرب الجزم إن أنا اتسحبت واتكلمت في كلام مش بتاعي. يلعن ابو مصر، لا ابو اللي جايبين مصر اللي جايبالي الكافيه في كل مكان. وادي يا باشا رقم الراجل صاحبك، اديني مسحته بدل ما تفتكر ان انا بشقط منك زبون. انا ولا ده اسلوبي ولا دي اخلاقي، هما كلمتين انا قلتهم وانا بعتذر لك عشان. لا يا حبيبي ليه كده بتقول؟ ده انت زي ابني، وخد رقمي وانا تحت امرك، وده يضيفك في جروب الجالية وبتاع. انا حاولت اتدارك الموقف بكل ما املك، استأذنت ورحت قمت. يومها حرفيا الدنيا غمقت في وشي، واخدت قرار لا رجعة فيه ان انا مش هقابل مصريين تاني اطلاقا، واني جاي هنا الصين علشان اشتغل وبس، اكتر من كده مفيش. روحنا تاني يوم الصبح رحت كاتب انا خارج علشان اجمع $1,000,000 ورحت معلقها على باب الشقة. غير كده يا عم احمد، مشاعرك واحاسيسك والكلام ده جمعهم وحطهم في التلاجة.